فشل كلوي وكمان عظمك ممكن ما يلحمش عشان بتاخد الدوا ده، على الرغم إن الدكاترة كلها بتوصف. أنا عارف إن كلامي ده ممكن يصدمك وإنك متعود تشوف الروشتة فيها اسم الدوا ده. كم واحد فيكم بيصحى الصبح قبل ما ينام بياخد القرص ده عشان يعرف يعيش، أو عشان يطفي نار وجع الضهر، أو خشونة الركبة اللي مش بتسيبه في حاله؟ أنا عارف، بس الحقيقة اللي كتير من الدكاترة ممكن يكونوا مش بيوضحوها كفاية، أو أنت مش بتسأل عنها، إن المسكن اللي بتفكر إنه بيحل لك مشكلة العظم هو ممكن يكون بيخلق لك مصيبة أكبر بكتير في عضو تاني أغلى من العظم كله. أنا بكلمك عن كليتك. تخيل إنك بتستبدل وجع الركبة بفشل كلوي على المدى البعيد، أو حتى عامل عملية والكسر مش عاوز يلتئم. يا جماعة الدواء ده مش سكر، استخدامه بانتظام لفترات متواصلة بيخلي مش بس الكلى تدفع الثمن، إنما العظم نفسه كل حباية زيادة ممكن تضيع واحدة مهمة في كليتك. لو بقالك شهور ماشي على السكنات دي يبقى لازم توقف دلوقتي وتراجع طبيبك فورا. أنا دكتور محمد الجوهري، الشهيد جراحة العظام، وده كلام في العظم.